السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم ابو الكرم. النهارده فيديو جديد. اتفرجت النهارده على ناس عملوا تجربه مجنونه، وهي اكبر طبق اندومي في العالم. يعني انا مش عارف عملوها ازاي، بس يلا بينا. النهارده كتير صلى على النبي كده عشان ناخد ثواب في اول فيديو. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب لو عجبك الفيديو، ويلا بينا. بالفيديو اليوم نحن بنسوي اكبر صحن اندومي بالعالم، ولازم كثير اندومي جايز. يلا جايز جاهزين؟ طبعا حبايبي زي ما انتم شايفين فيديو اليوم راح يكون عندنا اكبر صحن اندومي بالعالم، بس عشان يكون عندكم علم انه الاندومي شغال 100% مش خربان، يعني راح ناكل الاندومي كلياتنا. طبعا جماعه الخير ما ادري مو كم حبه جايب، كم حبه جايب يا مو؟ تعبني كذا ما اجمع. ليش جايب خضار؟ ايوه بعد في تشيكن، في تشيكن في لازم دايت. اوكي حبايبي زي ما انتم شايفين كميه الاندومي موجوده عندنا. هسه شو بنحتاج؟ شو اكبر صحن بالعالم. هو انت تحس ان هم مكبرين الدنيا قوي، يعني عشان يقول لك اكبر حاجه في العالم واكبر طبق في العالم واكبر طبق قدام. فانت فاهم هم عايزين يكبروا الدنيا قوي عشان برضو يبقى حاجه ضجه. انا اخش. ايوه دقيقة ممكن بس لو سمحت. كيف تطلع؟ ايوه خش يا صاحبي، خش هتجيبك. خش. وبعدين انت يعني تخيل واحد نازل بالطبق برجله، واللي هم هيعملوا في الاندومي. ايه القرف ده يا ابني؟ ايه القرف ده؟ يلا يطلع برا. انت تعرف جايب اندومي خضار صح؟ هذا اللحم. واخيرا وصل اندومي اكبر اندومي بالعالم. يا سلام يا اخي ما معقول انا. اوكي جايز اخيرا اندومي هون، لانه هون كبير يعني كثير كبير، لازم جاي مع سيارة. اطول اندومي راح تشوفوه بحياتكم. ما خلاص يا جدعان، كل شويه واحد يستلم من التاني يقول اكبر اندومي في العالم، احنا هنستلم الافشخ. خلاص يا جدعان عرفنا، مش كل واحد هيقعد يشرح لنا اكبر اندومي في العالم. خلاص اكبر اندومي في العالم. 1 2 3. والله دي حاجة خطيرة، لكن هذا اندومي طولك نار. صراحة انا يوان، ممكن بسرعة نستعجل. انا بعد هذا اندومي. انا يوان انا ما اكلت يا عمي. اوكي جايز بس قبل ما نبلش الفيديو هتحس برضو يعني مش محتاجه كل العربيه دي عشان تنقل البتاع دي. يعني البتاع دي ممكن تديها لك اللي هي كبيره، بس هي طول بني ادم حرفيا. يعني هي ممكن تكون طول او حاجه، ممكن تلاقيها في عربيه عاديه صغيره عن كده، عربيه نص نقله مثلا. انما هم مكبرين الدنيا قوي وموسعينها. يلا طبعا لسه رح نحط الاندومي باكبر صحن بالعالم. زي ما انتم شايفين عشان الاندومي كبير فلازم نكون مثبتينه بحبال بلاش يوقع بالشارع. اوه ماي جاد. شوي يلا شوي. قاعد تشوف الاندومي. واو لا اله الا الله. سلولي. انا مش عارف هم الصراحه جابوا الحلبة يعني. مش عارف انا مش عارف هم الصراحه جابوا العلبه اللي بالحجم دي ازاي. يعني مش عارف يعني جابوها منين، اخترعوها دي ولا صنعوها لهم مخصوص؟ ما اعرفش، هي فعلا حاجه مجنونه يعني. هسه صار عندنا كثير اندومي واكبر صحن بالعالم. ايوه بس كيف رح نشغل النار؟ يعني اكيد ما رح نحطه على غاز. شو بتسوي انت؟ خبرنا، انا زدت ابو لا الافكار. مو انا ما بعرف. شوف هلا تخيل هو عارف هو هيعمل ايه اصلا. انت فاهم؟ وهو مجهز النار بتاعه وجاي بقى يشتغلنا ويفكر معانا بقى. عشان لو بيفكر معانا تخيل هنولعه على غاز، ما اكيد مش هيشتغل على غاز. لازم تعمل له بقى تولع له خشب وبتاع سموها يعني. اكيد يعني مش محتاجه تفكير. اكبر غاز بالعالم. فيديو اليوم في اكبر صحن، اكبر اندومي، اكبر غاز، اكبر كل شيء. مش بقول لك مكبرين الدنيا قوي عشان الفيديو يجيب مشاهدات. هم ما شاء الله مش محتاجين، القناه فيها 6 مليون وبتاع، ربنا يزيدهم، بس مضخمين الدنيا قوي عشان الفيديو يضرب معاهم. لا اكبر اندومي واكبر صحن اكبر، ممكن لو صغروا الدنيا شويه كانت هيبقى برضه معقوله. انما هم عشان يقول لك اكبر حاجه في العالم، واخد بالك؟ صار موجود عندنا اكبر غاز بالعالم. هذا شو بدنا نعمل؟ كل شو بدنا نعمل؟ داخل الصحن حطه هنا. بدنا نحط الصحن هون. هيا بنا جاهزين. كيف هسه بدنا نشوف الاندومي؟ وغير الصحن عندنا اكبر شوكه بالعالم. برضو انت تاني يا خلاص يا ابني، عرفت اكبر صحن، اكبر عربيه، اكبر اندومي، اكبر شوكه. خلاص يا ابني، مش كل شويه تقول اكبر حاجه. خلاص يا عم، ده انت اكبر فيديو في العالم. خلاص طبعا اول شيء لازم نحط الميه. بدنا
بدنا نفلل الدنيا، بدنا نفللها مي، بعدين نحط الاندومي، بعدين نحط البهارات، بعدين نولع الغاز، بعديها بدنا نتسمم ونموت. حبيت اخر نقطة. لا يا دول تعمل ايش انت؟ لا ما ادري قلت تدف حبايبي عبدين اول مرة بشوف مي، اول مرة اشوف مي معك في السودان، ما عندنا كده يا اخي، تقال ما في مي، ما في مي، طب هو بحكي ما في مي بالسودان. اوكي راح نترك المي. امسك يا اسطى خرطوم الماء عادل يا اسطى، انت بتعمل ايه؟ امسك خرطوم الماء عادل. راح نترك بربيش المي عشان يعبي لنص الصحن. تعالوا هسه مع بعض نولع النار. مو في تسريب والله شوف لا ما هو طبيعي الطبق اتخرم من كتر الافوره بتاعتكم، طبيعي يعني كل شيء اكبر حاجه من كتر النقع بتاعكم الطبق اتخرم. الصحن جايز في تسريب. الطبق بيطرطر اهو من كتر الافوره بتاعتكم. لا في حل المشكل. اوه وكاين يعتبر صغير. هما جايين يعني اي حاجه بتحصل في الفيديو اوه يعني في انبهار كده اوفر في الفيديو، اي حاجه اوه ايه ده انت جايب لزق هيلزق الخرم بتاع اوه ايه يا جدعان؟ روح انت شو تسوي؟ تكنيك اي تكنيك هذا؟ واحد ثاني حط واحد ثاني. يلا هيك يلا اي جايز، واخيرا في اندومي، في ماي، شو بد لازم نار، وهون عندك خشب. يعني هسه دول الخشبات يلا جايز لازم نسوي نار. يلا تحت الصحن. يلا زي ما انتم شايفين بدنا نحط كمية كبيرة من الخشب، بدنا نولع الدنيا هسه. حتى هون تعالوا على الجهة الثانية، تعالوا بسرعة. خذ يلا يا جماعة بدنا ناكل اندومي، من طعم دبي كلها اندومي اليوم. يعني هم لو عملوا التجربه دي يعني مش بعيد يولعوا في البيت من كتر الولعه واللي تتخيل الكميه، يعني كميه كبيره. هذا السائل اللي راح يولع النار. ترى مو مي. بدنا نعبي الخشب كله. يا اسطى انت مهيبر من اول الفيديو، ما تيأس شويه، انت مش عارف انت منبهر فيك طاقه كده يا اسطى، روح الجيم يا اسطى، انت مهيبر من اول الفيديو ليه؟ روق كده. ايش نولع الدنيا حبيبي خلاص بيحرق بيتكم يا مو. خالد ليش بخاف؟ بتفجر وي بتحرق وي. ما بتفجر، ما انا بعرف. يا ابني عد بقى يا حبيبي بتاع الاغاني، انت صدعتني. عد يا حبيبي عايز اصور الفيديو. الصفا جاي شغال ام كلثوم تحت البيت هنا. عايزين نشغل فيديو. غاز كتير قاعد جوا، لسه قاعد بحط. جاهزين بدنا نولع النار. الله اكبر. يا ابني بطل افوره شويه يا حبيبي، اهدى يا حبيبي شويه، انا مش عارف هو ماله ده يعني ما تهدوه يا جدعان. يا سلام اكبر صحن اندومي في العالم. طبعا عابدين بحب المي، فهسه بدك تروح تفحصها تشوفها سخنه بارده. شوف حصل هيك حسن بدأت تسخن يا جماعه. دقائق واحده تسخن يا جماعه. في صوت مفرقعات هنا، العاب ناريه. مو هات طفيت اللي بتاعها تفرقع في وشه دلوقتي. من انتوا يعني ايه ده يا ابني؟ ايه كميه الخشب؟ حريقه ولا اليوم ما بناكل اندومي. النار صارت تزيد، لازم نعمل الحراره وايد ارتفعت على فكره. ما مشكل منو هذا انس حط 20,000 خشب. لازم نسكر. لازم نطفي الحاجه دي. ليش ما شايف صوت المفرقعات دي؟ طبعا حبايبي المي صارت كثير سخنه حبيبي يلا حاليا لازم نطفي النار. شو احسن مش انت مهيبر طول الفيديو، اديك اتكهربت من كتر الهيبره بتاعتك. احسن. يلا بان يلا بعيد. في كهرباء صدق. في كهرباء. انا مش عارف ايه طفايه الحريق اللي بتكهرب دي الصراحه، يعني اول مره شفت طفايه حريق بتكهرب. انا مش عارف. وبعدين انت طفايه حريق ليه؟ طب ما تخرطوا جردلين ميه وخلاص، او طفاها بالميه على طول. يعني انتوا ليه بتتعبوا نفسكم؟ يعني بالميه وهتخلص السحب على طول. تغوين تعب مش عارف ليه. ولك فيها كهرباء. برضه تاني انت تاني ايه يا ابني؟ انتوا كلكم هيبرين، فاللي بتاع عمال كهربكم احسن. كهرباء حبايبي، اقسم بالله في اشي مجنون فيها كهرباء. لازم ماي شوف شو صار معي. اجوا اعطوني الطفايه. نار في نار. لما كلم الاول بخرطومين الميه
شوف هو لما عمل الميه طفاها بسرعه، انا مش عارف ايه لازم طفات الحريق. يلا عبدين بطفي بالمويه يلا عبدين حبايبي جد الشغلات مجنونه قاعده بتصير. مسكت في نار، اصبر في نار ما قاعد يخلص النار. يا ابني خلاص طفاها بالميه، انت يعني طفات الحريق تبقى اقوى من الميه يعني، خلاص طفاها بالميه. أنا مش عارف تغوت الكهرباء بتنزع صاحبك. ريلاكس وين في نار؟ هون علم ما تشوف عدل. هذا كم ما تشوف كمان هدي انس هدي. كيف الماي؟ دقيقة عابدين هذا حار قاعد عند وجهي. معلش لا يا زلمة. ده بعد الولعه اللي مسكت في الحله دي والميه زمانها، يعني الميه تسلق بني ادمين مش تسلق اندومي. اوكي جايز، واخيرا ماي جاهز، ماي هار، كل شيء تمام الحمد لله. واخر شيء شو لازم؟ اكبر اندومي بالعالم. يلا جايز يلا جايز شوف الاندومي، شوف اول شيء حاجات كثير واندومي كثير. طبعا انا الصراحه اول مره في حياتي اشوف اندومي، علبه اندومي كبيره كده، يعني فعلا ممكن تكون اكبر علبه اندومي في العالم. بس يعني الحله انا حاسس ان الحله كبيره عليها قوي، او الحله اوفر عليها قوي. بس الحين يقول لك الحله ايه اكبر حله في العالم. دي كلها اندومي فل من جوا. جاهزين نحط الاندومي بالماي؟ جاهزين. شوف انت متخيل الحله كبيره فشخ على الاندومي. يعني كان ممكن يجيبوا حله اصغر من كده ويعملوها يعني حله كبيره قوي. هسه زي ما انتم شايفين حتى الاندومي جوا الماي. هسه لازم نحركه بالشوكه عشان يصير اندومي. تاك شيء اعطيني تفضل. شباب اعطوني البهارات. صح، وين بهارات؟ بهارات الاندومي وينهم؟ يلا بهارات. لا نحط بهارات. الله اكبر اندومي اسحبه. نصرت من لا يا نهارك ابيض، انت هتقعد تحط تفتح كيس وتحط؟ ده انت مش هتخلص، انت عايز لك يومين. لو احسن يبقى معاك علبه بقى كبيره تحط منها على طول، انت مش هتخلص يا ابني. انا بقى حطيت يلا لا افتح تمك. لا مش مستوي معك. طبعا يا جماعه الخير، وظيفه البهارات قاعد اضيف الفلفل وشو البهار، والله ما اعرف شو البهار، بس المهم لا تزيد فلفل. تبغون فلفل ولا بدون فلفل؟ فلفل احلى مامي مو طباخه. حتى اندومي ما قدرتوا تطبخونه جبتوا مامي. للي ما بيعرف حبيبي انا كثير بحب الشطه، فهاي احر شطه بالعالم. تعرف برضو انت ليه مصر ان الفيديو كله يبقى فيه افشخ حاجات في العالم؟ انا مش عارف ايه اصرارك على كده. نروح نحطها على الاندومي. ما حد يزعل مني، جبت علبه شطه. انا بحب الشطه. في فلفل وفي بهارات نسحب شطه بس ما في دياي. ده تقتلنا من السبايسي يعني ولا كيف؟ راح نحط الشطه. يسعد الله يصير ايش؟ شطه. يا ابني العلبه دي كلها ولا هتعمل حاجه، العلبه دي مش هتاثر اصلا. انت متخيل حجم الاندومي عامل قد شطه وهيك نكون خلصنا من الشطه. برضو يا ابني انت مهيبر ليه يا حبيبي؟ يعني انت لما تربيه الازازه ممكن تيجي في رجل حد لما الازازه تتكسر وبتاع. انت بص اقول لك ايه، حاليا احنا وصلنا لاصعب مرحله. شنو هي؟ مش هسه احنا لما بدنا نيجي نعمل اندومي لازم نقلل شوي من الميه. طبعا بس كيف؟ في حل من الحلين، يا نخزقه من تحت. هذا حلي انا، لا تسرق. يعني جايب اكبر حله في العالم عشان تخرمها في الاخر؟ خساره يا ابني. شوف انت جايبينها بكام. حلي لو سمحت، انا قلت على جد والله والله ما سمعت. اوكي يا بنجيب مثلا سطل بنحط ماي وبنكبر. لا في حل ثالث. واحد يزن عن طرف كل ما ينصب. You go like this look and this. I will push it up on you. شو هذا فيلم من التفليكس؟ يلا هيك حال يلا جايز. لا تبيها اتس اوكي. طبعا يا جماعه الخير، عارفين حنعمل شنو هسي؟ حندخل السطل ده ليه؟ عشان نطلع الاندومي بدون المويه. مصعبينها قوي على نفسهم الصراحه. يعني لو كنت جبت حله اصغر من كده يعني الموضوع هيفرق، وكده هتاخد كل الاندومي على فكره. يعني انا مش عارف انت ليه مصعبينها قوي كده. ايوه شوفوا كيف عابدين ذكي يا اخي. كيف يا اخي ذكي يا اخي. شغل مخك. الذكاء. واخيرا اخر شيء لازم شويه سبايسي لانه انا بحب سبايسي جايز. الحين ها اندومي جايز. يلا
لا 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 لا. يعني الكميه اللي طلعت في الاخر طلعت صغيره، انا كنت فاكر انها هتبقى اكبر من كده بكتير، بس طلعت يعني حاجه صغيره برضه، مش اللي هي اكبر حاجه في العالم قوي. فهم مكبرين الدنيا قوي. الكل كمان. يلا تعال ما بعد 1 2 طيب وبكده يا جدعان الفيديو بتاعنا يكون خلص لحد هنا. لو عجبك الفيديو ولو كملت الفيديو لحد هنا انت من العظماء، متنساش تعمل بقى لايك وشير وسبسكرايب. سلام.